ايه اللي يخلينا نخش الانترن دي وغيري ما يخشش؟ هو الموضوع صعب شويه يا جماعه يعني. فالفكره اللي انت بتبدا انت لوحدك اصلا، بكون انا اوريدي مذاكر، بدات في المجال، بكون ايه الحاجه اللي تديني دفعه عن الباقيين. يعني خلينا كده نفكر في حاجه. دلوقتي انا عندي اتنين، الاتنين دول خريجين فريش او الاتنين سنه ثالثه كليه على سبيل المثال، وانا عايز ادخل الاتنين دول انترن. فببدا اشوف مين فيهم افضل من التاني. ممكن مثلا تكونوا انتوا الاثنين عندكم نفس كل حاجه، بس الفرق ان واحد منكم كان بدا اوريدي في المجال ده وكان بدا يذاكر وعنده بيز نوليدج عن مثلا سويفت ويو اي كيت او سويفت يو اي، والتاني ما عندوش. فانا بالتالي انا هاخد اللي عنده البيز دوت. طب ده بيبان ازاي؟ بيبان عن طريق طبعا جيت هاب. انت بتبني بورتفوليو، بعمل ابلكيشنز بسيطه جدا ببدا احطها على جيت هاب، وابدا اعمل لها حاجه اسمها ريدمي فايل. ده بيكون فايل انت بس بتدي شكل لطيف، بتدي زي انترو للبروجكت بتاعك. يعني اعتبر ان انت بتكتب ارتكل عن البروجكت وبدع في اللي انت عملته في البروجكت دوت. وبعد كده بتبدا بقى تعمل ايه؟ تاني حاجه ببدا اخد اللينك بتاع البروجكت دوت اضيفه في مكانين، في لينكد ان وفي السي في. طبعا انا بالنسبه لي رقم واحد لينكد ان في موضوع الماركتنج. انا هقدر اماركت لنفسي ازاي؟ عن طريق لينكد ان. فانت كل ما تخلص بروجكت نزل. يا عم انت ممكن تكون عملت 4 5 بروجكتس ورا بعض وما نزلتهمش، طب ابدا نزلهم واحده واحده. يعني نزل الاسبوع ده بروجكت، الاسبوع اللي بعده بروجكت تاني اند سو اون. ده بيديك ماركتنج لنفسك وبيبين قد ايه الشخص ده كويس. ممكن تلاقي التالنت اكوزيشن بيكلمك اصلا على بوزيشن جونيور. انا اعرف ناس ده حصل معاها. طب احنا كده معانا خلاص ان انا بروجكتس بتاعتي، ومعايا في نفس الوقت ان انا السي في. او انا برضه قبل كده كنت عامل بلاي ليست ازاي تعمل سي في كويس وازاي تعرف تظبط لينكد ان. يعني كل واحده فيهم في بلاي ليست عندي كده كده برضه هسيبهم لكم تقدر تشوفهم وتحسن اكتر الحاجات دي. طب الستيب اللي بعد كده بقى، ودي المهمه جدا بالنسبه لي، ان انا انزل ايفنتس، ابدا اسوشيالايز. الناس ما تعرفكش، فمين محمد، مين محمود، مين الناس دي اصلا؟ فبتبدا انت تعرف نفسك بقى عن طريق الايفنتس. ابدا انزل اكوميونيكيت اكتر. انا كذا 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 مش عارف ايه، طب انا بعمل ده وبعمل ده، طب ايه الستبس اكتر، تاخد نصايح اكتر، تعمل كوميونيكيشنز اكتر. فانا في دماغي دلوقتي في واحد جه كلمني اسمه محمد دوت، حد كويس جدا شاطر بيدور على فرصه انترنشيب. انا ممكن بسكرول مثلا في لينكد ان، بسكرول يا عم في الفيسبوك، ولقيت حد محتاج انترن. طبعا بغض النظر عن بوستس العبيد اللي بتنزل على الفيسبوك، دي حاجه تانية مش هنتكلم عنها دلوقتي يعني. فانا لقيت حد بوست عادي محترم، ما خلاص فهتلاقيني ببعته لك. ليه؟ لان انت في دماغي، انت حد مهتم، حد بتيجي تحضر ايفنتس، حد بتسعى لشغل. فخلاص انا بالنسبه لي انت هتبقى اول حد في دماغي. فموضوع الايفنتس مهم جدا 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 من ناحيه الكوميونيكيشن ومن ناحيه فرص الشغل لاي حد. اخر حاجه ودي بالنسبه لي برضو حاجه مهمه، اللي انت تدور على منتور شاطر. كل ما يبقى معاك منتور شاطر، كل ما ده بيديك دفعه اقوى في المجال، كل ما ده بيخليك في دماغ الشخص اكتر. انت في الاول حضرت ايفنت، فانت خلاص انت في دماغي ان انت شخص بتسعى، بس ما اعرفش الليفل التكنيكال بتاعك عامل ازاي. لكن انت دخلت منتور شيب معايا او مع ده او مع ده او مع ده، فوالله اول ما اي اوبورتيونيتي تيجي احنا بنكوميونيكيت مع بعض. ده في واحد عندي يا شباب بيدور على اوبورتيونيتي حاليا، عندكم اوبورتيونيتي؟ عندنا. فنبدا وقتها بقى ندي الراجل ده الدفعه التمام ونبدا نحط السي في. فهي الفكره كلها ليه؟ لان انا في المنتور شيب انا عرفت الليفل التكنيكال بتاعك عامل ازاي. فبالنسبه لي الموضوع بقى كويس ان انا عارف الراجل ده بيرسون عامل ان بيرسون عامل ازاي، والليفل التكنيكال بتاعه كمان عامل ازاي. فهقدر اريكومند الراجل ده وانا مستريح. فاحنا كده عندنا السي في، لينكد ان، جيت هاب تكون حاطط بروجكتس كويسه وتحطها طبعا في السي في وفي لينكد ان، ايفنتس، وفي الاخر خالص اللي انت تدور على منتور شاطر. على ما اظن لو حد عمل الستبس دي بالطريقه دي يعني مش هياخد وقت كتير ان هو يلاقي شغل. وكده كده كلها في الاول في الاخر ارزاق يعني، بس ده اي حد فريش يعمل حاجه زي كده. ونصيحه مهمه جدا انا عن نفسي فرقت معايا، ابدا من بدري. يعني لو انت طالب وبتتفرج عليا، لو انت في سنه تانية او ثالثه كليه، على ما اظن ده انسب وقت تبدا فيه. انت عندك اتاحيه من الوقت تقدر تبدا فيها عشان ربنا يكرمك وتلاقي شغل اسرع من اي حد تاني.